صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوف الفيديو فيه. هنعمل مع بعض كيك صحي مناسب لكل أنواع الدايت ومرضى السكر، للأطفال والكبار وكل محبي الأكل الصحي، بدون أي نوع من أنواع الدقيق، لا شوفان لا زيت لا سمنة، بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، والنتيجة ناجحة جدا والطعم حكاية. كيك صحي نقدر ناكل منه كل يوم لأنه بدون نشويات، وكمان نقدر ناكل منه في أي وقت. بس قبل ما أبدأ، لو أول مرة تزوروا قناتي، حبيت أعرفكم باسمي. أنا نور، بحب الأكل الصحي وهدفي التشجيع على حياة صحية وأكل صحي. لو حبيتوا وصفاتي ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل، وما تنسوش تسيبولي كومنت حلو زيكم يشجعني أستمر، ودعموا الفيديو باللايك. يلا بينا نبدأ. بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ضفت عليها رشة من الفانيليا، معلقتين كبار عسل أبيض، البديل سكر دايت أو أي نوع تحلية بتستخدموها في العادي. التحلية حسب الرغبة، بتحبوا التحلية أقل هنقلل، بتحبوها زيادة هنزود، بس أنا بستخدم المعقول. 4 معالق كبار طحينة خام. قدمت معاكم طريقة عمل الطحينة الصحية الخام في البيت، هسيبها في صندوق الوصف وهتظهر على الشاشة. استخدمت المعلقة المعيارية لقياس العسل والطحينة، رشة بسيطة من الملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار كاكاو خام. هضيف البيضة بالفانيليا، هخفق البيضة لوقت ما تعمل فوم. خفقت البيضة لوقت ما عملت فوم. هضيف العسل، همزجهم مع بعض. هضيف الطحينة، همزجهم مع بعض. هضيف رشة الملح والبيكنج باودر والكاكاو الخام، ممكن إضافة نسكافيه أو قرفة حسب ما تحبوا. هقلب المكونات مع بعضها لوقت ما يمتزجوا تماما ويكون القوام كريمي بدون تكتلات. الله، الريحة حلوة جدا. قوام الخليط تقيل، هنخفف بالمية. هضيف معلقتين من المية، همزجهم مع المكونات. هو ده كده القوام المناسب، خليط كريمي بدون تكتلات. المعلقة اللي ما ينفعش نستغنى عنها وهي الخل، هضيف معلقة صغيرة من الخل الأبيض وهمزجهم مع المكونات. هستخدم قالب حجمه صغير، ضفت فيه ورق زبدة لسهولة خروج الكيك من القالب، ودهنت ورقة الزبدة بنقطة بسيطة من الزيت. هصب الخليط في القالب. هزين وجه الكيك بلوز بذور القرع، البديل أي نوع مكسرات، زبيب، شوكليت شيبس أو بدون حسب الرغبة. هدخل القالب على فرن سخن على حرارة 180، الرف الشبكي الأوسط، وهتابع التسوية. لتأكيد التسوية هختبرها بعود خشبي، إذا خرج نضيف كده نتأكد إنها استوت. ده شكل الكيك بعد ما استوى. الله على الريحة وقت التسوية، جميلة جدا. ده ارتفاع الكيك. هزينها برشة من زبدة الفول. تعالوا نقطع قطعة ونشوف الشكل ايه. ده ارتفاع القطعة حلو جدا، بما انها بدون دقيق. القطعة هشة وطرية جدا، تحسوها بالدقيق العادي. قطعتها 4 قطع، والقطعة حجمها حلو جدا، مناسبة لكل انواع الدايت
إذا بدلنا العسل بنوع التحلية المناسبة لنظامنا. تعالوا بقى ندوق ونشوف الطعم ايه. الله على الطعم، بجد طعمها جميل جدا. مع كل قطمة تحسوا انكم بتاكلوا قطعة من الشوكولاتة الدارك. وكمان طعم زبدة الفول مميزة جدا معاها. اتمنى تجربوها وتعجبكم. هناخد قطعتين مع مشروبنا بديل لوجبة الفطار وكمان العشاء وفي اي وقت، لانها بدون نشويات. كل مكوناتها مغذية جدا. قدمت معاكم وصفات كتير للكيك، هسيبها في اول تعليق مثبت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. دمتم بصحة وعافية.